ممثل قدر ان هو ياخد الاوسكارز، ومن ضمن الاسباب ان هو قدر يخس بعبقريه. تعالوا نشوف مين ده. توم هانكس. طبعا كلنا عارفين توم هانكس نجم هوليوود، قدر ان هو يخس من 225 باوندز ل 170 باوندز. طب سريعا كده، كاستاوي بيتكلم عن ايه؟ بيدور الفيلم على ان واحد موظف في شركه فيدكس للبريد. الموظف ده كان المفروض بيلف العالم كله علشان يراقب البريد. طبعا وهو في مره من الرحلات الطياره بتاعته وقعت بيه في نص المحيط، كل الكرو بتاع الطياره مات ما عدا هو، وصحى لقى نفسه في جزيره. الجزيره دي عباره عن جزيره رمله وفيها نخل بس، مفيش اي حاجه تانية معاه. الظروف خلته ان هو المفروض هيتعايش في الجزيره دي لمده 4 سنين، وهنا جت فكره المخرج ان هو بعبقريه انه يوقف التصوير لمده سنه علشان يبين واقعيه الفيلم. ان هو في اول الفيلم كان تخين جدا، وطبعا لما قعد 4 سنين في الجزيره طبعا لازم شكل جسمه هيتغير تماما، وعشان يبقى واقعي اكتر خلى فعلا توم هانكس يخس. وده لان توم هانكس ما كانش قدامه اي مصادر للغذاء غير السمك، كابوريا، جوز هند، ميه جوز هند، والمطر. ماشي على دايت لو كالوري هاي بروتين، وماشي على 500 كالوري في اليوم. البروتين كان زي الفراخ والسمك والجمبري. الخضار بروكلي وجزر وبسله. بياخد كاربز بس قليل جدا، كان بطاطا او رز بني. بالنسبه للفاكهه موز وتفاح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملي فولو، ما تنساش تاخد برومو كود بتاعك يحيى 15 من ايفت على المكملات، ويحيى 15 من لاتروش على لحم النعام.